قالت تقارير صحفية أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي أجهش بالبكاء خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، ولم يتمالك وهبي نفسه حيث ذرف الدموع بسبب الإساءة التي تعرض لها أبناؤه في أعقاب الضجة التي أثارت نتائج مباراة الأهلية لولوج مهنة المحاماة. وقالت التقارير نفسها أن تأثير الضغط النفسي جعل وهبي يقول أمام جموع الحاضرين إن أبناءه إنما تعرضوا له من خلال المس بحياتهم الخاصة من قبل بعض وسائل الإعلام وبعض الكتابات التي استهدفت الطعن في عائلته وأسرته. وانفجر وزير العدل باكيا أمام تأثر النواب، وتساءل وهبي أمام أعضاء لجنة العدل ماذا لو أقدم ابنه على الانتحار بسبب الحملة التي شنت ضده. وقال وهبي مضيفا خلال حلوله ضيفا على مجلس النواب: أسرتي لا علاقة لها بخلاف السياسي، أسرتي لا علاقة لها بنقاش السياسي، وعلى وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي والمؤثرين أن تحترم حياتي الحميمية، فأنا مستعد للمواجهة. الغريب قال أن وهبي قال ضمن نفس كلمته: حتى ابنتي كتبوا عليها مقالات رغم أنها لا علاقة لها بالسياسة، قبل أن يضيف: تخيلوا الكم الهائل الذي كتب عن ابني وعدد عمليات البحث عن صور على شبكة الإنترنت. وأردف: لو كان ضعيفا وقام بعملية انتحار من سيرجع لي ابني؟